السلام عليكم مشاهدي الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله كما كتشوفوا انا كنت كنطيب في الكسكسو وتفكرت واحد القضيه، واحد المشكل اللي كيوقع لبزاف الناس بالاخص المبتدئات وحتى من غير المبتدئات. حتى حنا كيوقع لينا بعض المرات اننا كناخذوا شي كسكسو مثلا، اما تكون النوعيه ديالو غير جيده وكيتعجن، واما كنشربوه الماء بزاف اكثر من القياس وكنخليوه كيتعجن لينا بهذه الطريقه. لهذا انا خديت واحد شويه ديال الكسكسو من الكسكسو ديالي وخويت فيه الماء يعني لواحد الدرجه كثيره باش نوريكم بانه مهما كان معجن يعني نقدروا نحلوه بهذه الطريقه اللي غنشارك معكم. كذلك غنوريكم في الاخر من بعد ما تحلوا الكسكسو غادي نشارك معكم اشنو ديروا ليه باش الا رجعتوه يتفور ما يعاودش يتعجن من بعد ما يتفور. صافي، فاول حاجه كما كتشوفوا هنا كنجيب الحكاكه ديال المطيشه وكنبقى نحك بطريقه دائريه، يعني بحركات دائريه كما كتشوفوا. شوفوا الكسكسو كيفاش كينزل حركات دائريه، كنبقى نحك في داك الطريف. فهنا كينزلوا دوك الحبات مفركين. صافي كنستمر في هذه العمليه حتى كنحك هذيك الكميه اللي عندي، كنحكها كامله. وصافي هنا بعد ما كملت هاد يعني الكسكسو حكيته في هاد الحكاكه هذه، دابا غنجيب واحد الصفايه اولا شي شبكه، شي حاجه اللي كتنزل ليا دوك الحبيبات باش ما تبقاش، باش لا بقات شي حاجه عاوتاني شي حبيبات هكا معجنين غنقول لكم شنو غديروا ليهم. صافي هنايا كنبقى نحك هادوك اللي كيبقاو ليا الفوق مثلا ما كيخرجوش من الشبكه، كنبقى نضغط عليهم بالايد ديالي بحال هكا، بايدي بحال هكا بصبعاني من هكا بهاد الطريقه هذه. كنبقى نضغط وكندور وبهاد الطريقه دغيا كيخرجوا حتى هما كيخرجوا كيتحلوا. صافي هذا هو الكسكسو ديالي. اللي بغيت نقول لكم هو ضروري قبل ما ديروا في الكسكاس دهنوه بشويه الزيت باش فاش ملي كتفوروه ما كيرجعش يتعجن لكم عاوتاني في التفوار. ضروري انكم ديروا ليه شويه ديال الزيت. انا ما درتش ليه الزيت حيت هذه هي كميه قليله اللي عندي. يعني كاين الكسكسو الاخر من تحت اللي ما زعما اللي ما معجنش، يعني غير كميه قليله. هادشي اللي كاين. كنتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتكون عجبتكم الطريقه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك فضلا وليس امرا. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.